أصدقاء السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي على اليوتيوب. معكم صديقكم كريم الهاني كيف ما ديما. غبرت شويه على لي فيديو الطوال. كنخدم شويه غير بلي شورت حيت هما اللي بوغ لانستون عندهم ان ريزولتا اللي هو بلوز او موان بوزيتيف، كي فون بلوس دو سبسكرايبرز كي فون بلوس دو فيو اي تو. دونك كنخدم بهم ريسامون. مي الحدث خلى اننا اليوم نجيو غنديرو فيديو اللي هي طويله شويه. وغنهضروا بطبيعه الحال على للاسف مغادره ديال المنتخب الوطني المغربي. الكان ديال كوت ديفوار كان 2023 ل 2024. المهم bref. من دور الثمن النهايه، الاقصاء اقصاء مر، اقصاء اللي هو اللي صراحه تصدمنا منه كاملين. كنا يمكن اكثر متشائم منا تنقول غنتقصوا من الناس في النهايه ولا شي حاجه. كنا كاملين تنقولوا عندك النصف ولا الفينال غديرها هاد العام، سي نورمال جايب معاك واحد لوفوري، واحد السكسيس ستوري من قطر. اول فريق عربي كيوصل لنصف النهائي ديال مونديال قطر. ولكن للاسف التجربه ديالنا ولا الرحله ديالنا ما طولاتش في كوت ديفوار، فقط للدور الثاني اللي هو ثمن النهايه فاس اون ايكيب اللي هي قويه بزاف، اللي هي جنوب افريقيا. وكاين من الناس اللي بطبيعه الحال اللي كيتبعوا الكره عارفين ان جنوب افريقيا هي اون فادير لو ساتور ديالها 90% ديال اللاعبين ديالها من فريق ميلودي سان داونز اللي هو من اقوى الفرق في افريقيا اللي كيلعبوا لا تشامبيونز ليغ افريكان. ولكن هادشي ماشي عذر، حيت انت عندك 27 لاعب اللي كيلعبوا في لو نيفو، لاعبين اللي كيلعبوا في فرق كبار، اللي عندهم تجربه، اللي زعما كان اقل حاجه وصلوا ليها هي الفينال. في لو نيفو ديالهم هما والفرق اللي كيلعبوا فيهم، ما عندكش عذر بتاتا الا انك توصل لواحد المستوى اللي هو كبير في لاكان كوت ديفوار. ولكن للاسف ما تحققنا هادشي بسبب الاختيارات. انا تنقول الاختيارات ديال وليد الركراكي. انا ماشي مدرب وماشي خبير تقني، ولكن كمواطن مغربي متابع وش بونس المغاربه 90% و 99% كيشاركوني هاد الملاحظات هادو. بطبيعه الحال مثلا الا هضرنا على نصير مزراوي، علاش غتدخل مزراوي اللي ما لعب معك حتى شي ماتش، اللي شهور هادي ما لعبش مبليسي، وجيتي ودخلتيه نيشان بلاصه مثلا شي واحد بحال يحيى عطية الله اللي هو واجد ما مبليسيش، عنده تجربه افريقيه مع الوداد، يعني كيعرف لافريك، كيعرف شنو كاين في لافريك. وجيتي وحيدتيه في ماتش اللي هو مصيري اللي غادي يكون اليميناسيون ديريكت، يعني اقصاء مباشر. غتخسر غتخسر، ما عندكش كتسنى الاخرين ولا النقاط ولا الجول افيراج ديالك شنو غيكون فيه. لا، اليميناسيون ديريكت دخلتي نصير مزراوي اللي ما دار حتى شي حاجه في الماتش، كازيمون غيان. ما عقلت على حتى شي اكسيون اللي هو يكون دارها زعما اللي تعطات شي نتيجه. املاح باغي، املاح بخاص كيمشي وسط التيران، ما كيجريش، ما عندوش الجهد باش يجري. اش كيدير املاح في التيران؟ ما فهمتش علاش غتخلي املاح في التيران؟ سي كوا سون غول اللي بين في اكثر من فرصه انه لا يصلح لشيء؟ علاش غتخليه؟ كان ممكن تعوضو بلاعب اخر اللي ممكن يعطيك الفرق. عندنا لاعبين اخرين، ما عرفتش باغ اكزومبل الا دخلتي امير ريشاردسون بطبيعه الحال اللي ممكن انه يعطيك نتيجه. علاش خليتي نور الدين امراض اللي عنده ان كارطون جون وخليتيه؟ وانتم انت عارف ان نور الدين باردون سفيان امرابط بحال شكل نور الدين سي دي غلادياتور، دونك عندهم تدخلات اللي هي بلوز او موان اغريسيف، تدخلات اللي هي عنيفه شويه، سي دي تاكل سي دي تروك. دونك السيد الى فيزيك، كيخدم بالفيزيك ديالو بزاف، خدا كارطون جون. كتعرفوا بان لو بوست اللي هو فيه ممكن انه الا رجع لا ديفونس يبو كوميتر اون اوتر ايرور، وهادشي اللي وقع. خدا دوزيام كارطون جون، تطرد لك من الماتش. في حين انه في هذيك الساعه كان ممكن انك تخرجو وتدخل ان اوتر جوار اللي ممكن انه يكون بلاصتو، باش انك تفادى انك تلعب ب10 ديال اللاعبين. يعني كاين بزاف ديال النقاط اللي ممكن نهضروا على نصيري مثلا. نصيري شنو كيدير في التيران؟ نصيري شنو كيدير مثلا؟ علاش ما يدخلش الكعبي من الاول؟ باغ اكزومبل انا بالنسبه ليا الكعبي لي بوكو ميو كو نصيري مثلا. يعني كاين بزاف هذا الشيء ديال الاختيارات ديال وليد الركراكي و لونتيتمون ديالو اون كيكو سورت، نقولوا قصحيه الراس كما تنقولوا بالعربيه ولا بالدارجه.
قصا حيت الراس ديالو تكون عندها واحد 99% من السبب علاش تقصينا من هذا الدور هذا. دونك دابا مرحلة جديدة، العام الجاي إن شاء الله عندنا لاكان في المغرب في بلادنا. دونك خص نورمالمون المنتخب الوطني المغربي ما عنده حتى شي عذر انه يتقسم الادوار الاولى. عندك الحاجه الثانيه بعدا، واش وليد الركراكي غيستمر على راس العريضه الفنيه ديال المنتخب الوطني المغربي او لا. هذا كيبقى من قرار اللي غادي ياخذه بطبيعه الحال رفقه رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجع، اللي غادي يكون معاه جلسه في الايام القليله المقبله باش انهم غيتفاهموا على هذا لو بوين هذا. واش غيكون استمرار وتجديد الثقه ل 2025 ولا غادي تكون نقطه ديال النهايه ديال الرحله ديال وليد الكراكي رفقه المنتخب الوطني المغربي. اللي ما كتعرفوا بطبيعه الحال الا ما كنتوش عارفين هذه القضيه، وليد الكراكي قبل ما تبدا لاكان قال لهم انا عندي لوبجيكتيف ديالي دومي فينال ديال لاكان، وإلا ما وصلتش دومي فينال ديال لاكان غنمشي في حالاتي. دونك واش وليد الكراكي غادي ينفذ الوعد اللي عطى لراسو والمغاربه انه غادي يغادر السفينه ديال المنتخب الوطني المغربي بعد الاقصاء هذا، ولا غادي كانت هذيك غير فقط غير هضره كانت في الاول وباقي غيستمر؟ المهم القرار بيد رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجع. حاجه ثانيه الا كنت نقدر نهضر فيها، وهي اللاعبين اللي دابا خصهم يجيو للمنتخب الوطني المغربي. وكما كتعرفوا ان من غير سو كي نو ريان دوري، اللاعبين اللي ما عطاو حتى شي حاجه في التيران، كاينين اللاعبين اللي غادي يمشيو في حالتهم غادي يساليو لا كاري ديالهم. غتكون يكون اعتزال اللاعب الدولي رفقه المنتخب الوطني المغربي، مثلا بحال غانم سايس اللي لعب 84 ماتش رفقه المنتخب الوطني المغربي، وكان لا 82 82 ماتش 82 ماتش، وهذا الخريطه الجنوب افريقيه هو 82. دونك مع المنتخب الوطني السيد كبير في العمر، جو بونس هذه اخر كان ديالو على حساب التقديرات وعلى حساب حتى الهضره ديال لونطوراج ديالو، انا اخر مشاركه مع المنتخب الوطني. دونك خصك تلقى ان ديفونسور اللي غيعوض لك سايس. لان عبد الحميد ولا سميتو يونس عبد الحميد اللي تا هو ان ديفونسور، جو بونس هو كبير في العمر، جو بونس لي دون لا كارونتين، دونك ميمكنش تعول عليه. دونك دابا خصك ان بون ديفونسور اللي غادي يجي بلاص سايس، باش ان سايس غيمشي في حالته غيكون تكون اون دوبلور ويكون معاه واحد اخر. دونك دو بيرسون دو جوار اللي خصهم يكونوا دابا واجدين باش انهم يشدوا لا ديفونس مع نايف اكرد بطبيعه الحال اللي هو اون بيس ماتريس في المنتخب الوطني. تبارك الله مجهود كبير، مجهود خرافي، كيدير خدمه كبيره بزاف، لا نقاش في نايف اكرد، وباقي جون دونك باقي مستمر في المنتخب الوطني. كاين لاعبين اخرين ابارامون كاين هضره على زياش اللي دون لا ترونتين، ابارامون حتى هو غيمشي في حاله، مازال ما كاينش تاكيد، ولكن كاين كلام ان زياش ما غيستمرش. دونك خصك دابا تجيب لاعبين اساسيين اللي غيشدوا لك دي بوست اللي هما مهمين بزاف، خاصه لا ديفونس، لافون سونتر، لي زيليي اي تو. هذه بطبيعه الحال اللي تعويض اللاعبين اللي غيمشيو في حالهم، ولكن خاص ضروري لاعبين اللي عندهم خبره. انا تنقول خاص ضروري يكونوا لاعبين اللي من البطوله الوطنيه اللي فايتين لاعبين في لافريك، او ميم طون يكونوا معاهم لاعبين اخرين اللي جايين من بطولات اوروبيه. علاش؟ اللي غيكون لاعب في بطولات اوروبيه ولا خليجيه نهار غادي يكون المونديال غينفعك. علاش؟ باسكو ديجا لاعب في الاوروب، دونك ديجا مواجه اللاعبين لي زوروبيان اللي غيكونوا في المونديال، ديجا لعب في اسيا، دونك غيلعبوا مع الفريق الاسيويين اللي في الخليج، مثلا السعوديه، قطر، الامارات، البحرين، الكويت، المهم دول اخرين اللي كاينين تما، دونك غادي يكون عنده ليكسبيريونس يقدر يلعب. دونك ضروري خص تجيب ناس اللي عندهم ليكسبيريونس. بحال لافريك دابا هادشي عندنا في لاكان حنايا كاينين مثلا لاعبين ديال الوداد، لاعبين ديال الرجاء، ديال بركان، ديال بزاف ديال الفرق المغربيه اللي عندهم لاعبين اللي لافريك بالنسبه لهم شي حاجه عاديه. الوداد مثلا ولا الرجاء كانوا كيلعبوا مع ميلودي سان داونز في بريتوريا مع جوج العشيه، يعني في عز كما كنقولوا عز القايله كما تنقولوا، والشمس ومطنطنه والجوج ولاعبين مع ميلودي سان داونز رابحينهم. زعما ميلودي سان داونز اللي هو لو ساتور ديال المنتخب الوطني ديال جنوب افريقيا، دونك عندهم ليكسبيريونس ويقدروا يعطوك نتيجه مزيانه. دونك يكون نورمالمون ان كوطا، واحد النسبه مخصصه للاعبين المحليين اللي عندهم تجربه افريقيه، وتكون معاهم كوطا اللاعبين اللي كيلعبوا في الاوروب وكوطا اللاعبين اللي كيلعبوا في الخليج. هكا غادي يكون عندك واحد تشكيل ولا كومبينيزون ديال واحد المنتخب الوطني اللي واجد لكل الظروف المناخيه والظروف ديال اللاعب اللي غير كيما يكونوا. كاين كتمشي لافريك عندك لاعبين عندهم الخبره في لافريك، غتلعب المونديال عندك اللي غيلعبوا مع لي زوروبيان وغيلعبوا مع لي زازياتيك اللي يلعبوا في الخليج. دونك هكا كيكون عندك واحد المنتخب اللي هو صلب،
لا كومبوزيسيون ديالو اللي هي مزيانه، او ميم طون كتضمن ان يكون عندك نتائج بفضل الخبره ديال هاد اللاعبين هادو. وهذا ما كان، وما غاديش نهبطوا يدينا، سي با لا فان دو موند، سي كو دو فوتبول. كنا بغينا نوصلوا للنهايه، كنا بغينا نوصلوا لنصف النهائي، كان عندنا دي زومبيسيون، كان عندنا احلام مع المنتخب الوطني، ولكن هذه كبوه في الطريق. ومازال ان شاء الله يا ربي هذا الجيل ديالنا يشوف الافراح العام الجاي ان شاء الله. علاش لا؟ عندك 2025 لا كان، وعندك التحضيرات للمونديال دونك في 2026. دونك سنوات قريبه، العام الجاي لا كان 2026 انت في المونديال. دونك خصك توجد وتكون تشكيله اللي هي كابابل انها دير تحقيق انجازات ويكونوا لاعبين في المستوى، وان شاء الله يكون خير. وديما مغرب كما تنقولوها، وكنتقاتلوا على هذه الرايه هذه، وكنبغيو المغرب على هذه الرايه. ما غاديش نكرهوا بلادنا، ما غاديش نكرهوا المنتخب الوطني بسبب هذا الاخفاق هذا. واخا اخفاق اللي هو صعيب بزاف، ولكن ديما كما كنقول انا بطبيعه الحال كنقولها ديما كما تيقولها الكراكين، نديروا النيه. حنا دايرين النيه وان شاء الله ما يكون غير خير. وهذا ما كان. شنو بالكم في هذا الموضوع هذا؟ شنو بالكم في اللاعبين اللي ممكن يكونوا؟ شكون هما الاقتراحات اللي كتقولوا اللاعبين اللي يستحقوا انهم يجوا للمنتخب الوطني؟ عطيونا الاراء ديالكم لتحت في التعليقات. الى عجبتكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، لي بارطاج، لي كومونتير بطبيعه الحال. ما تنسوش انكم تتبعوني سور انستغرام، نخليكم لو لين في لا ديسكريبسيون. نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.